تخيل معايا صديقي المغربي حاليا بعد هاد الاجراءات، هاد القوانين الضريبيه اللي دارتها امريكا او اللي دارها ترامب، نزل الثمن ديال البترول ل $60 تقريبا. يعني خاص المازوت خاصو يتباع في لي ستاسيون دابا ما بين 7 دراهم و 8 دراهم. 7 دراهم و 8 دراهم، وكلشي لا رابح. صحاب ستاسيون، الشركات ديال المحروقات، كلشي رابح بخير وعلى خير. ولكن حاليا المازوت داير 11 درهم تقريبا، 11 درهم ونص. دخلت عليكم بالله هادشي هذا واش؟ والسيد ما هواش هنا كاع، ما كاينش. موتوا ضربوا راسكم مع الحيط، ما مسوقش هو هذا العالم هذا كامل. وماشي غا هو، المغاربه كاملين، حتى واحد ما مسوق، حتى واحد ما مسوق، ما عطيه اهتمام لهادشي هذا. مقابلين الاخوه الخاوي في الفيسبوك والتيك توك تخربيق. قال لك حنا غنتضامنوا مع فلسطين وغادي نحرروا القدس ونحرر. حرر راسك بعدا، حرر راسك انت من الميزيريه، وعاد هضر على فلسطين. هضر انت عايش العبوديه عايشه في هاد البلاد هادي، اللي جا كيمسح فيك صباطو وكتقول انت باغي تحرر انت هكذا ويتظاهر على فلسطين ولا كذا. ادخل على سوق راسك، اش قربك لداك الشيء انت؟ حرر راسك انت بعدا وشوف راسك انت فين غادي. هادوك هادوك الغزاويين قسما بالله ويشوفوا شنو عندك هنا ومن اش كتعاني، هما يجيو هما يخرجوا في المظاهرات يتضامنوا معك. يقول لك تضامنوا مع الشعب المغربي مسكين، راه عايش البؤس.